السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف مع بعض شواية البوتاجاز. في الحقيقة الشواية دي جميلة جدا، انا جربتها طبعا وكان لازم اقول لكم بعد ما جربتها ايه هي عيوبها وايه هي مميزاتها. طبعا هي السطح بتاعها عامله زي ما انتم شايفين في طبقه من الازاز. الطبقه دي علشان خاطر نقدر نشوف الحاجه من جوه الشوايه من غير ما نفتح عليها. تمام. هنا دي عباره عن شبكه طبعا احنا بنحط عليها الحاجه. بس بالنسبه للفراخ طبعا اهم حاجه لما اجي اكون هعمل فراخ فيها لازم احط فيها من تحت طبقه من الفويل اللي هو ورق الالومنيوم. تمام. وده كان شكلها شكل الشوايه بتاعتنا. هنشوف ازاي احنا بنستخدمها وهنجربها مع بعض ونشوف النتيجة بتاعتها. في حاجة بسيطة خالص، انا جربتها في الفراخ وجربتها في الكفتة. حقيقي طالعة جميلة جدا جدا، وكانت حتة كأني حاطها فيها الفحم. بس بالنسبة للعيوب بقى ان انا لو انا ما حطيتش فيها ورقة فويل بيسبب الخلطة اللي انا بخلط بيها الفراخ في انها بتتحرق في الارضية وبتبقى فيها صعوبة شوية عشان خاطر تقدري تنضفيها، وبتترك اثر زي ما انتم شايفين. طبعا ده بعد ما انا جربتها، انما لما جيت حطيت فيها ورقه من الالومنيا في الارض، في ارضيه اللي هي الشبكه، كانت بصراحه حامت الحروقات، وكانت الحروقات كلها موجوده على طبقه الفويل. تمام. انا دلوقتي هنجرب بيه فيها دلوقتي شوي الكفته زي ما انتم شايفين، انا مجهزه الكفته اهو، وهنشوف النتيجه مع بعض وهنشوف هنعمل ايه وهتطلع معانا الكفته عامله ازاي. حبيت اجربها قدامكم ونشوف النتيجه بتاعتها. طبعا هنكمل بقيه الكفته. انتوا شايفين الكفته دي كلها عباره عن ربع كيلو من اللحم. تمام. هنبتدي انا مجهزاها ومتبلاها، هنبتدي نحطها على البوتاجاز ونشوف هيحصل معانا ايه. طبعا ده الغطا بتاعها تقدري تشيليه وتفكيه وتقدري تحطيه سهل تركيبه وسهل سيله الشيل بتاعه. زي ما انتوا شايفين ده انا هنا بعد ما سويت الكفته على البوتاجاز من فوق. ده كانت النتيجه بتاعت الكفته بعد ما استوت. حقيقي طالعه جميله جدا جدا وطريه وطعمها كاني كنت عاملاها على الفحم. يعني ما تتغيرش عن الكفته اللي انت بتشويها بره او بتجيبيها من بره. هنشوف احنا عملنا ايه. طبعا ادي الكفته بتاعتي بعد ما انا رصيتها حطيتها على البوتاجاز. ادي الكفته بعد ما اخدت وقت شويه على البوتاجاز. انا دلوقتي كشفت الغطا عشان خاطر اقلبها على الجنب التاني. طبعا انتي بقى حطاها لازم تحاولي كده مجرد ما تستوى من ناحيه تبتدي تقلبيها على الناحيه التانية. ببتدي ان انا اقلبها كده كلها مع بعضها. كل اللي استوى فيها زي ما انتم شايفين ابتدي اقلبها طبعا لان الدخانه طالعه ايدي سخونه جدا. ببتدي اقلبها ماسكه نفسها وجميله، والحته عايزه اقول لكم كاني حاطه فيها فحم بالظبط. طبعا انا هخلص المدار كله وبعد كده هوطيها تاني عشان خاطر الدخانه دي بتاعتها. الدخانه دي يا جماعه كاني بالظبط حاطه فحم، كاني انا بشوي على طبقه من الفحم. الدخانه دي كلها كانها طبقه من الفحم. قلبتها كده هبتدي اغطي عليها تاني لحد ما تكمل سوا. انا هنا خلصتها خلاص. عايزه اقول لكم كان طعم الكفته جميل جدا جدا. الكفته طريه ما هياش ناشفه. بتحطيها على نار هاديه، ما بلاش ان انت تخلي النار عاليه عليها، لا انت بتحطي الشوايه على البوتاجاز وتخلي النار هاديه علشان ما تتحرقش منك على طول. لازم تخلي النار هاديه. اتمنى يكون عجبتكم الشوايه.